حاسين بقيمة والأمل موضة قديمة، بس في ثانية افتكرنا إن بلادنا دي عظيمة. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت لمصر بتاع المصر بتاع شايف الدنيا بشكل تاني، السما صافية سامع أغاني، واللي اتغير فيا هو طعم الحرية في لساني. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت لمصر بتاع زمان. المصر بتاع زمان. بيقولوا مصر هرم ونيل، وبينسوا المصري الأصيل اللي ساعة الجد دايما يقدر يعمل مستحيل. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت لمصر بتاع زمان. المصر بتاع زمان. المصر بتاع زمان. هايل. موهبة متميزة وجميلة من الأصوات المميزة واللي شاركت بالموسم التاسع لبرنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، وقدر يجذب جمهور كبير جدا، وجمهور عايز الشباب طلبوا مننا واحنا ما نقدرش نرفض اي طلب للجمهور. معانا ومعاكم طاهر مصطفى. ازيك يا طاهر؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. منور عز الشباب. ميرسي، ربنا يخليك. عايزين نعرف، ربنا يخليك، عايزين نعرف الاول بقى الصوت الجميل ده وبدايتك في الغنى كانت عامله ازاي؟ انا يعني والدي اكتشف ان انا بغني وانا عندي 10 سنين. كنت قاعد مع والدي ووالدتي وستي وجدي، يعني كل العيله كانت متجمعه، وكنت بغني كده بدندن كده وانا طفل صغير عندي 10 سنين. فوالدي قال لي
غني كده انت صوتك حلو يعني. هو سمعني كنت بغني اغنيه مش فاكر بالظبط كانت اغنيه ايه. قال لي صوتك جميل يعني. فانا قلت له انا مش مصدق طبعا يعني والدي انا مش مصدق. هو اكتشف الموضوع ده، وغير كده هو نماه معايا يعني. والدي هو اللي يعني خد بايدي وقعد بيمرني. هو ودنه حلوه مش دارس مزيكا، فيعني هو ليه الفضل بعد ربنا. وان انا يعني ان هو اكتشف موهبتي بعد ربنا يعني. جميل. يعني باباك هو اللي اكتشف موهبتك. طيب أكيد. بدايتك بقى كانت عامله ازاي؟ يعني قبل ستار اكاديمي اكيد كان في كذا حاجه قدمت فيها. انت شايف ان البرامج بتاعه اكتشاف المواهب دي بتكون يعني كويسه او مهمه في البدايه، بدايه طريق للفنان ان هو يحقق انتشار واسع؟ اكيد. انا شايف، انا ما كنتش شايف الكلام ده في الاول يعني. ما كنتش شايف ان هي برامج ممكن اي حد بالعلاقات مع اي ملحن كبير ممكن يشوفه بالصدفه. الموضوع بيجي كده يعني. الموضوع بيجي كده، بس اهم حاجه ان الواحد يجتهد ويسعى. ان ما يقعدش في البيت يقول انا صوتي حلو. طب يعني اسعى، روح في مشاوير كتير جدا وانت عارف ان هي هتفشل، بس ربنا يعني ما بيضيعش مجهود حد. فانا مشيت بالمنطق ده واتجهت طبعا للمسابقات وكانت برامج على الراديو وبرامج يعني كانت على التلفزيون دخلت فيها. ما حصلش نصيب فيها، بس اهم حاجه انك تسعى تجتهد. وكل ما بفشل كل ما يديني حماس اكتر ان انا اكون موجود. جميل. بمناسبه الحماس بقى عايزين نسمع منك النور مكانه في القلوب. اوكي. اتفضل. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب. يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. في يأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بيبان. يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، وانقش قلوب على الحجر. على شيء ما تندمش، جسدك في قلبه الروح، تداوي كل جروح. بالسر اوعى تبوح، وياك ما تحلمش. طاهر دراستك ايه؟ يعني قبل ستار اكاديمي كنت فين؟ طاهر كان بيعمل ايه؟ انا بدرس كليه تجاره في جامعه ما. انا اصلا يعني ما درستش مزيكا. انا كليه تجاره، بكالوريوس تجاره قسم محاسبه. ليه ما حبيتش تدرس مزيكا مثلا طالما صوتك حلو؟ الفكره جات لي متاخر شويه اول ما دخلت الجامعه. وكمان انا قلت برضو في نفس الوقت موهبتك انت اسعى فيها وكل حاجه، لكن لازم معاك شهاده علميه. حتى لا قدر الله ما حصلش نصيب في الغنى، لازم ما تكونش مثلا يعني باني مستقبلك بس على الغنى. اكيد. ده اللي سعيت ان انا طبعا انا مركز دلوقتي ان شاء الله بعد ما اخلص الجامعه شهاده الجامعه هدخل اقدم على ان شاء الله اكاديميه الفنون معهد الكونسرفاتوار. هدرس مزيكا يعني. جميل. هحاول ادخل بقى وادخل في وسط الناس اللي فاهمه يعني ايه مزيكا. كان يمكن انا هاوي يعني انا هاوي ما مش دارس مزيكا. يمكن هو بس كنت تكون موهبه من عند ربنا. انتوا اللي تقولوا طبعا. عايزه اعرف بتحب تسمع لمين او مين من الناس القدام اللي انت متاثر بيهم؟ انا كنت بسمع وانا طفل صغير. اول ما اتعلمت طبعا عندي 10 سنين كنت بحب اتفرج على افلام الاستاذ عبد الحليم حافظ. وتاثرت بيه ويعني نشأت عليه، تربيت عليه. ناس كتير قالوا لك طب انت عشان متربي عليه بقى فصوتك شبهه.
هو شرف لاي حد ان ينجح في انه يغني الاستاذ عبد الحليم حافظ. وانا مش الوحيد اللي غنيت. هنتكلم عن تاثرك بالفنان عبد الحليم حافظ، بس بعد ما نسمع منك حاجه